اقول لكم بقى، انا كل ما بعملها بيسالوني عاملاها ازاي، وهي ما فيهاش سر ولا حاجه. تعالوا يلا صلوا على النبي في الكومنتات واعملوا لايك وشير ومتابعه، ويلا نشوف عملنا احلى ملوخيه ممكن تاكلوها في حياتكم بقى، وبنافس بيها اي مطاعم كبيره. ما تضحكوش عليا، يلا صلوا على النبي وتعالوا نشوف عملناها ازاي. في الاول كده بنجيب اي نوع شوربه عندنا. انا كان عندي شوربه لحمه وكانت تقيله، بس استنوا بقى، انا سايباكم بس تتفرجوا على اللون بقى الملوخيه. وعايزه اقول لكم كمان الملوخيه دي اكياس مش فريش. هنا كان عندي شوربه لحمه، بس اللحمه بتاعتي كانت دسمه. بصوا بقى، بتدي الملوخيه طعم تحفه. حطيت بقى الشوربه بتاعتي في الحله على قد كيس الملوخيه. ده كيس يا جماعه مش فريش. هتطلع زي ما انتوا شفتوها كده بالظبط، بس امشوا على الخطوات مظبوطه. وطبعا بقى الشوربه بتاعتنا بتبقى متبله ومتحدقه وفيها كل حاجه. بننزل بقى بالملوخيه كده ونقلبها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزه اقول لكم ان بجد طعمها ما يختلفش حاجه عن الملوخيه البلدي. حلوه قوي يعني. كنت دايما بعمل اللي هي الملوخيه البلدي، بس لما جربتها بالطريقه دي بصراحه حلوه قوي. قلبتها بقى كده كويس قوي. وبعد كده بقى على طول هقول لكم بحط لها كمان حاجه بتخلي طعمها حلو جدا. بس المهم ان احنا نفك الملوخية كده بالراحة علشان يبقى ليها عرق بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا بقى لو بتحبوها اتقل من كده هتقللوا الشوربة، بتحبوها اكتر من كده انا حطيت كوبايتين ونص من الشوربة. بعد كده جبت بقى طاسة، حطيت فيها معلقة كبيرة من السمنة. ولو عندك سمنة بلدي بقى يا هتبقى تحفة. بعدين بقى رحت جبت نص راس توم، حطيت لها شوية ملح صغيرين ومعلقة من الكزبرة الناشفة، نعمتهم خالص. وبعد كده اول ما السمنه معايا هتسخن هننزل بقى بالتومه علشان نعمل احلى طشه للملوخيه. بس في اضافه انا بضيفها للملوخيه، معرفش انتوا تعرفوها ولا لا. اول ما بتيجي تاخد معايا غلوه بشيلها، بحط لها ربع معلقه سكر صغيره. بتحافظ على شكلها، على لونها بيبقى اخضر، وطعمها بيبقى مسكر وجميل. فاول ما بتقلب قلبه بروح حاطه لها على طول حبه سكر صغيرين جدا. تغلي غلوه واحده يا دوبك واشيلها، لان الملوخيه لما بتغلى بتفصل. يعني بترقد تحت، الملوخيه بتبقى تحت والشوربه فوق. فخدوا بالكم من الخطوه دي برضو. هنا بقى خلاص التومه بتاعتي كده اصفرت، يا دوبك تصفر مش تسود، تصفر. وتنزلي بقى بالطشه بتاعتك واكتميها بس كده بالطاسه بتاعتك لمده ثانيه واحده، هي ثانيه واحده. لان انت لو غطيتي الملوخيه فترة طويلة وهي لسه معمولة بترقد تحت وتطلع الشوربة من فوق والملوخية تبقى من تحت. شايفين الجمال؟ بجد لو جربتوا الطريقة دي هتأدمنوها، هتحبوها جدا. عايزة اقول لكم اول ما بتاخد غلوة معايا بروح خلاص بس كده هطفي بقى عليها علشان ما تفصلش الملوخية.